السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم الكبدة الاسكندراني بتاعة المحلات اللي ريحتها بتجيب اخر الدنيا بمكون واحد بس. هتبقى زي بتاعة المحلات واحسن كمان. تقدروا تعملوها باي نوع من كبدة بلدي، كبدة مستوردة. انا النهاردة معاكم هعملها بكبدة بلدي. تمام. هنا قشرت، شلت الغشاء اللي من فوق بايديا، قشرته بسرعة. طبعا هو كان متعب جدا عشان لابسه بس الجوانتي، لكن هو بالايدين عادي بيبقى بيتشال بكل سهولة. طبعا انتوا عارفين ان احنا مش هنغسل الكبده خالص. همسك الكبده واقطعها شرايح رفيعه. معروف ان الكبده البلدي يعني احنا بنقطعها بتبقى مهما قطعناها بتبقى الشريحه بتاعتها او القطعه بتاعتها شديده شويه. تمام. طبعا بامكانكم تستعملوا اي كبده تاني مستورده او اي نوع تاني. انا هعملها النهارده معاكم بالكبده البلدي. بعد ما قطعتها وخلاص تمام كده، تعالوا بقى عشان اشيل الزفاره بتاعه الكبده واخليها ريحتها حلوه، ما فيهاش اي زفاره ولا اي حاجه. واحاول بقدر الامكان ان هو كلهم يبقوا كلهم سوا واحد. معايا 5 فصوص من الثوم، معايا قرن فلفل حامي، معايا معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الكزبره. وفي يد الهون او في الكبه وهرسهم كلهم. وعليهم معلقتين كبار من الطحينه. وكل ده كله هتبل بيه الكبده، انا اسفه، وتتركن بس 5 دقايق لحد ما تخلصي حاجتك. هي في الطبيعي ما بتاخدش تتبيله، ان هي من اكتر اللحوم اللي هي بتشرب كتير التتبيله بتاعتها. معايا 4 معالق كبار من الزيت. تمام. وحطيت فيهم التوم. التوم ده عبارة عن فلفل حامي، توم، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، نص معلقة صغيرة من الملح. خدت منهم نص معلقة تبلت بيها الكبدة. والمعلقة الكبيرة ده بقى السر الرهيب اللي ريحته بتجيب آخر الدنيا من عربية الكبدة. لما تعدي كده من جنب العربية بتجيب ريحته آخر الدنيا. هو ده المكون السحري اللي بيخلي عربيات الكبدة ريحتها مفحفحة وجميلة. اللي هو معلقة كبيرة من الخل. يدوب التومة تبدأ تصفر، وهنزل بالكبدة بتاعتي المتبلة عليهم. مش هلف فيها كتير ولا هقلب فيها كتير. يدوب بس انا هوزعها في الصينية بس كده، مش عايزة ميتها تنزل خالص في الصينية. تمام. بعد ما تشرب ميتها هبدأ اقلب فيها. ريحتها كانت رهيبة جدا، وكانت شبه بالظبط عربيات الكبدة اللي بنشوفها في الشارع دي. تمام. طبعا احط الخضار بتاعي ده اختياري مش اجباري، بس انا بحب الفلفل ومنه يبقى كتيره كده وتاكل الكل. حطيت فلفل حامي، فلفل الوان، فلفل رومي، قطعتهم زي ما انتم شايفين كده. وشوحتهم معاه. بس ده لما الكبده خلاص استوت، يعني انا مش عايزه الخضار يدبل فيها خالص. هي دوب بس 5 دقايق بالتشويحه كده مع الخضار وبس كده. طبعا ده برضو المكون ده اختياري. انا حبيت احط لها بطاطس. لما حطيت لها بطاطس عملت كميه كبيره، دي اولا. ثانيا حاجه جديده. وطبعا اختياري، يعني عايزين تحطوا بطاطس حطوا، مش عايزين براحتكم خالص. واخيرا نحط المكون اللي هيمزز لك الكبده ويخليها جميله جدا. هي ليمونه. دي في الاخر خالص، يعني مش هتغلي. لا، هي بس قبل ما نطفي عليها بدقيقتين بالظبط. هعصر الليمونه وبس كده. وبألف هنا. طبعا علشان اعيش ولادي اجواء الاكل بتاع الشارع جبت فينو، لكن طبعا تقدروا تعملوه بعيش بلدي عادي. الطحينه دي اساسي. انا هنا بحب الطحينه تقيله شويه، مش بحبها الخفيفه خالص اللي هي زي بتاعه المطاعم، لا. وبتحط السندوتشات جوه الفينو، وبينزل عليها بالطحينه. بتبقى حاجه جميله جدا. حقيقي والله العظيم يا بنات، كانت جميله كانت جميله بمعنى الكلمه. لو هتشتروا نوع كبدة مستوردة اسألوا على نوع كبدة كويس جدا واعملوها بالطريقة دي بالظبط. هتبقى جميلة. الطحينة هي السر اللي بيشيلك الزفارة. الخل لما بتحطيه على التوم بيخليله ريحته جميلة جدا جدا وطعمه مميز خالص. وفي نفس الوقت طبعا الخضار والبطاطس خلت عندي كمية كبيرة، وبتكفي أكبر عدد في البيت يعني. طبعا شايفين اللذاذة، يعني دي من أمتع اللحظات عندي أثناء التصوير. يعني لازم أدوق معاكم. لا، لذيذة جدا. لذيذة، كنت حاسة فعلا إن أنا باكل من مطعم. أتمنى تجربوها
وبكده الفيديو بتاعي يكون خلص. اتمنى يا رب يكون نال اعجابكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.